بالصبر والصلاة. زين أنا شلون أستعين بالصبر؟ اما تستعين بالصبر تقول: يا صبر ارزقني، يا صبر اقضي حاجة، إني أريد أمانا يا صبر متمسكا بيدي من صارك الزمان، يا صبر أغثني. الله سبحانه وتعالى يقول لك استعينوا ما أنا بالصبر قلت لك، والصلاة. ما أنا عرفت. طيب استعينوا بالصبر والصلاة. أقول لك الصلاة تقول: يا صلاة ارزقيني، يا صلاة زوجيني، يا صلاة أبغي سيارة. والمرأة وهي بتولد تقول: يا صلاة يا صلاة يا صلاة. هكذا تستعين بالصبر والصلاة. طيب ما أنت مثل اللي أنت تفهمه، أنت عقلك باع محجر. ليه عقل محجر؟ ليه بقى؟ يبقى الاستعانة ليس معناها كذلك. يعني انت كل يوم تجيبوا لنا الآية دي وبعدين خليكم معايا، الإخوة بيقول لي وطي صوتك شوية. حاضر. اما انتوا تجيبوا لي الآية دي كل يوم، تجيب لي الآية دي كل يوم، ضيوفنا الشيعة يجيبوا لي الآية دي كل يوم ويقول لي الله قال واستعينوا بالصبر والصلاة، فلماذا لا نستعين بالحسين؟ هو انت ما بتستعين بالصبر والصلاة بتقول: يا صلاة ارزقيني، يا صلاة اقضي حاجتي، يا صلاة يا صبر أغثني؟ ما بنقول ذلك يا حبيبي. نحن لا نقول يا حسين ارزقني، نحن نقول: يا الله بجاه الحسين عندك وبحق الحسين عندك ارزقني. يعني انت لا تستعين بالحسين؟ انت لا تستعين؟ انت تستعين بالحسين؟ انا استعين بالله عز وجل، لكن الحسين بسم الله الرحمن الرحيم: واتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. طب واحده الحسين واهل بيت رسول الله هم الوسيله الى الله سبحانه وتعالى. شفت انكر ان هو بيستعين بالحسين، هخليه لكم يقر الان. قراءة القرآن وسيله، فهم الوسيله. ممكن تسمعني واسمعك؟ تسمعني واسمعك. انت الان طيب. ترى انه يجوز ممكن تسمعني؟ اتمنى منك انك تعطيني وقت لي احكي اتكلم الاول بس بما موجود. طب الاول لا اسمعني. طب اسمعني واسمعك واحده واحده. انت الاول طيب. ترى انه يجوز الاستعانه بالحسين، ولكن من باب انه باذن الله، اليس كذلك؟ نعم. ايوه، ده اللي انا كنت عايز ابينه للناس. من شويه انكر الاستعانه بالحسين علشان في حوار معايا بس، اقسم بالله علشان عارف ان لن يستطيع ان يحاورني في هذا، فعارف ان هينتكس لان القرآن هيفضح هذه العقيده، فقال لك لا. والان اقر ان بيستعين بالحسين. كيف بتستعين بالحسين؟ اتفضل. اسمع انا ما قلت لك استعين، قلت لك انت قلت نعم من شويه، رجع تاني. يعني انت بتقول اياك نعبد واياك نستعين بك وبالحسين. أنا ما قلت لك أستعين بالحسين، قلت لك أستعين بالله بحق الحسين، أدعو. طيب إمال أنت داخل من شوية بتقول لي استعينوا بالصبر والصلاة، ليش جبت هذه الآية؟ ليش جبت هذه الآية؟ طيب ما أنت اليوم أنا أستعين بالصبر والصلاة. نعم. فعندما أقول مثلا أن الحسين مثلا إلي فد رمز، وأتبع الحسين وأنا من شيعة علي ومن شيعة رسول الله، فأنا عندما أتبع الحسين وأتبع رسول الله، دين رسول الله صحيح. يا حبيبي بتشوش ليه؟ أنت داخل واستعينوا بالصبر والصلاة، ليش جبت هذه الآية؟ تريد تحاورني في إيه؟ هل أنت تراني أنكر هذه الآية؟ أنا أكر أنه يجوز الاستعانة بالصبر والصلاة. ليش جبت لي هذه الآية استعينوا بالصبر والصلاة؟ جبتها لي ليش؟ عشان تقول لي أنا بتبع الحسين، أنا بتبع علي، أنا بتبع آل البيت؟ ناس هيقولوا عليك مجنون. جبت تقول واستعينوا بالصبر والصلاة دليل على أني أتبع الحسين وعلي. ليش جبت آية واستعينوا بالصبر والصلاة؟ تفضل. لأنك قلت لا يمكنني أن أستعين إلا بالله وإلا بالحي، الشخص الحي الموجود. نعم. هل يجوز الاستعانة بالحسين؟ هل يجوز الاستعانة بالحسين؟ نعم. أيوة، شفتم؟ أنتم متقلبون كالحرباء. بص كل شوية تغير جلدك. أهو الآن دلوقتي قال لك نعم يجوز الاستعانة بالحسين. هو أنا لازم أضغط عليك علشان تقول الحقيقة؟ ومن شوية قال لك لا لم أقل ذلك، وقبلها قال نعم، وقبلها قال لا. طب أنت دلوقتي قلت لي 4 أقوال: نعم، لا، لا، نعم. طب أنا أخد أيهما بقى؟ مش المفروض حضرتك ضيفنا الشيعي المشرك إنك تختار قول الآن هل يجوز الاستعانة بالحسين؟ اتفضل. انت مو اقول لك عقلك محجر، ما جاي تسمعني، ما جاي تخليني احكي، جاي تدلس علي. شكرا.
ليش تشرد؟ ليش تشرد؟ لا تهرب، لا تهرب. عقل محجر كالتربة الكربلائية. تفضل كلم. لا تهرب، لا تهرب، خليني باوع. انت هذا هروبك دليل على ضعفك. صحيح. هروبك دليل على ضعفك. صحيح. نعم، هروبك انت دليل على ضعفك. هتقعد بقى تعمل مظلومية؟ تكلم، انا اسمعك الان، تكلم. انني اقول، اسمعني، استعنت بهذه الآية وقلت لانك قلت انني لا يجوز الاستعانة بغير الله وبغير الشخص الحي. طيب ارد عليك تسمعني؟ خل اكمل كلامي. ثانيا قلت لك نحن لا نقول يا حسين ارزقني، يا حسين اعطيني، لا، نقول يا رب بجاه الحسين وبحق الحسين عندك ارزقني، يا رب بحق الحسين عندك اشفيني، يا رب بحق علي عندك وفاطمة زل همي. هذا ما نقوله. طيب اذا الذي يقول يا حسين اغثني ده بيكون مشرك، صح؟ لا ليس. ايش لعبوا معاه؟ خد بقى 3 في 1 لحسن تعبتين. ايش لعبوا معاوية؟ طب ما انت لسه من شويه بتقول احنا بنقول يا رب بجاه الحسين، يا رب بحق الحسين. فما قلت لك الان انت بتقول اللي يقول يا حسين اغثني مباشره يطلب من الحسين مباشره. قلت لي لا، ايه يا ابني في ايه؟ ليس في شيء. اما قلت اللي يقول يا حسين اغثني يطلب من الحسين مباشره، ليس في شيء. ما انا عندما ادعو الله لكي يرزقني ولكي يشفيني، ادعوه بحق الحسين وبجاه الحسين. ولكن لا مشكله اذا مثلا ناديت يا علي مدد. يسمعك الامام علي حينما تقول يا علي اغثني. علي النظام العجائب تجدها عونا لك في النوائب. طب ما هي فاطمه نادت على علي وما وجدتهوش عون في النوائب، قالت وينه حبيبي، وينه يا فضة إليك فخذيني وإلى جنبك فسنديني فقد وربي أسقطوا جنيني، وينه مظهر العجائب، نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، كل هم وغم ينجلي. ما حصلش كده ما نادت فاطمه عليه. انت ليش ما يكون حوارك مؤدب؟ وانا شتمت؟ ده انا بقول لك اللطميه اللي انت بتستدل بيها كملتها لك، الابيات الشعريه الكفريه كملتها لك. فانا دلوقتي انا عايز اعرف ليه ما اغث فاطمه؟ هيغيثك انت يا موالي؟ ما اغث زوجته؟ اسالك سؤال، هل امير المؤمنين علي عليه السلام يعلم أنه سيقتل في المحراب وسيعلم أنه سيضرب في الصدى أم لا؟ باش قبل ما أرد عليك في ذلك الأول خلينا أرجع علشان أنت ألقيت شبهة اللي هي قولك واستعينوا بالصبر والصلاة. أليس هذا استعانة بغير الله؟ من جهل الشيعي إن بيستدل بهذه الآية على جواز الاستعانة بالأموات والهياكل العظمية، فيروح يستعين بهيكل العظمي بتاع محمد بكر المجلسي أو محمد بن يعقوب الكليني. الآية الكريمة بتتكلم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في هنروح دلوقتي لهذه الآية، بس خليك معايا. واستعينوا بالصبر والصلاة. هل الصلاة عبادة؟ حبيبي هل الصبر عبادة؟ اسمع، هل الصلاة والصبر عبادة؟ طبعا هذا شيعي مراوغ مش هيجيب، انت تعرف تجيب ايها المشاهد العاقل. الصلاة عبادة والصبر عبادة، فأنا أستعين بعبادتي لله ولا أستعين ببشر ولا حجر ولا صنم ولا ملك ولا جن، فأنا أستعين بالله. لذلك إما موسى عليه السلام يضيفنا الشيعي، مش ممكن تسمعني زي ما أنا بتكلم؟ واحد يريد يسعد واحد بالمكالمة أضيفه، هذا راح يفهمك. طيب ضيفه، بس اسمعني أخلص النقطة دي الأول، ممكن؟ تمام. طيب خليك معايا. شوفوا أيها الأكارم، الله سبحانه وتعالى قال على موسى عليه السلام، وخلينا أطلع لك الآية، معلش، بسم الله. موسى عليه السلام اما كان معاه قومه، سمعني يا ضيف الشيعي؟ سمعك. موسى عليه السلام، شوف انت بتقول لي معايا واحد عايز يفهمك، وانا اريد لكم الهدايه، يشهد الله. شوف عيسى، اسمع بس. عيسى عليه السلام ايها الاكارم كان مع قومه، وبعدين
فرعون قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال فرعون قال إيه؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. فبني إسرائيل معهم موسى، هل استعانوا بموسى يا ضيف الشيعي؟ اسمع، ما يعرفوش شيء في القرآن مش هيجيبك. أول مرة يسمع الآيات دي. هل بني إسرائيل في هذا الوقت ما فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، هل استعانوا بموسى؟ اسمع، أتبع دينا. هل استعانوا بموسى يا ضيف الشيعي يا من تجيز الاستعانة بغير الله؟ اسمع، شفتم مش هيجيب. تعال شوف بقى يا شيعي معايا أيها الشيعي العاقل، لأني أتمنى لك الخير وكل كلامي من القرآن. اسمع يا ضيف الشيعي، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. قال موسى استعينوا بالله. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. الله أكبر. فموسى قال لهم استعينوا بالله، كان معهم موسى عليه السلام وقال لهم استعينوا بالله ولم يكن لهم استعينوا بي. كان موسى معهم وجميعهم بموسى استعانوا بالله وقال لهم استعينوا بالله واصبروا. فمن الاستعانة بالله الصبر على هذا البلاء، فالصبر عبادة يا غبي. جايب واستعينوا بالصبر والصلاة على جواز التوسل بشباك وضريح الإمام الحسين. أين عقولكم في ذلك؟ حل لي الإشكال ده. ليه موسى قال استعينوا بالصبر، استعينوا بالله واصبروا ولم يقل استعينوا بي؟ تفضل. طيب، أنت قبل قليل عندما كان الأخ يتصل بك ماذا قلت له؟ قلت له استعينوا بالله واستعينوا بالإنسان الحي، مو صحيح؟ لا 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 لا، خليك معايا دلوقتي. موسى قال لقوم استعينوا بالله واصبروا. لماذا موسى كان حي هوت ولم يستعينوا بموسى؟ تفضل أجب. نعم، لم استعينوا بالله. الله عز وجل ليس معنى الاستعانة. شفتم؟ استعينوا بالله يعني الله ليس ليه؟ بيفكر. افهموا بقى عقل الشيعي بيفكر ازاي. بيفكر كيف يخرج من هذه الورطة بأي مراوغة، وهيراوغ. ارجع واسألك تاني يا ضيفنا الشيعي، موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، وموسى إمام معصوم صاحب ولاية تكوينية عندك يتحكم في جميع ذرات الكون، وموسى معاه العصا اللي بتشق البحر وكل شيء. فلماذا لم يقولوا استعينوا بي، أنا معي العصا وأنا صاحب ولاية تكوينية، وقال لقومه استعينوا بالله واصبروا؟ تفضل. طيب، الاستعانة بالله أولا هو رسول للأمة ورسول أجاب يا إخوة، أجاب على حاجة. الاستعانة بالله موسى هو رسول للأمة. إما لو أنا قلت لك موسى معاه كان في نبي عليه هو وبني إسرائيل، هو أنا قلت لك موسى كان مع فرعون. لماذا تشغب؟ لماذا تراوغ؟ لماذا لا تريدون الحق؟ الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لماذا تحاول أن أنت تراوغ؟ الله موسى مع بني إسرائيل وقال لهم، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. فلماذا لم يكن لهم استعينوا به؟ تفضل. لا تكتمني، لا تكتم الصوت وخليني أكمل كلامي. خلي حوارك قلت لك محترم، تمام؟ لماذا موسى قال لقومه استعينوا بالله ولم يكن استعينوا به؟ طيب، ما هو اصلا الاستعانه، انت استعانه شفتم؟ هو اصل الاستعانه النق ودربت التتتو بس. ده اللي هتاخده من الشيعي. لابد ان يراوغ. طب هات لي على جواز التوسل الاستعانه بالبشر من القرآن. تفضل. هات لي الجواز الاستعانه بالبشر من القرآن. تفضل. اسمعني، خليني احكي هسه. اني لا تكتمني، خلي اكمل كلامي. وكون قلت لك للمره الالف اقول لك كن مؤدبا. حاضر. ما معنى مثلا ان مواليكم الله ورسوله والذين يؤتون الزكاة؟ هذا الذين يؤتون هاتا هي الآية فيها هذا يا عم. حتى إنما وليكم مش وليكم، مش بالفتح يا حبيبي. وبعدين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، مش الذين يؤتون الزكاة. وأنا مالي بآية الولاية. لماذا تهرب من القرآن؟ لماذا موسى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا؟
لماذا لم يقل استعينوا بي؟ تفضل. ولماذا قال استعينوا بالصبر والصلاة ولم يقل استعينوا بي؟ الله سبحانه وتعالى، خليني أكمل ولا تقاطعني. حاضر يا خليني فضيلة الشيخ. أكمل ولا حاضر تقاطعني. يا إيه؟ فضيلة الشيخ. تفضل. الله سبحانه وتعالى يعني هو طاعته واجبة، والاستعانة بالله هي بالمرتبة الأولى. فأنا اليوم على سبيل المثال مثل ما قلت أنت، أنا أغرق عندما أستعين برامي وأقول له يا رامي تعال طلعني، وأنا متأكد أنه أنت أصلا ما راح، يعني إذا شفت شيء غرقان ما تطلعه، أنت راح أقول لك رامي تعال طلعني. هل أنا أشركت بالله؟ لماذا لا أقول يا رب طلعني، يا رب إلهي طلعني من أنني أغرق؟ لماذا موسى قال استعينوا بالله واصبروا؟ هل موسى كان قادرا على أن ينقذهم ويستعينوا به؟ هل لو استعانوا بموسى كان قادر على أن ينجيهم من قتل أبنائهم وأن يستحيي نساءهم فرعون؟ لو موسى استعانوا بموسى هل كان موسى قادر على أن ينجيهم من قتل الأبناء؟ تفضل. أين ينجيهم؟ قادر. الخطوة الأولى أن قال هل موسى كان قادر؟ الله سبحانه وتعالى هو من يرسل. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. أيوة رب الكعبة. هل موسى لكي يخلص الأمة. هل كان موسى قادر على أن ينجيهم؟ لم موسى، الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعله قادر. طب موسى كان قادر؟ الله يستطيع أن يجعله قادر، لا شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. عبدي أطعني تكن مثلي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يخرب بيتك، دي مش آية قرآنية، ده حديث رواه عندك النراقي في المحاسن أو في المحاسن. هذه مش آية قرآنية، يخرب بيتك. بسم الله الرحمن الرحيم إيه بس؟ وعبدي أطعني تكن مثل الله. مثلي تكن مثلي، مثل الله يعني أكون مثل الله عياذا بالله. الله ليس كمثله شيء. اسمع حديث ملكوتي، عبدي أطعني تكن مثلي. يعني إيه يعني عبدي أطعني تكن مثلي؟ يعني إيه تكن مثلي؟ تكن مثلي أي أنه أنت مثال للإنسان العابد، تقول للشيء كن فيكون فتكون. يعني الرواية تقول عبد أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون. من الذي إذا قال للشيء كن فيكون، العبد أم الرب؟ العبد إذا أطاع الله عز وجل. طيب أنا أريدك دلوقتي أن تقول يا مهدي أخرج. يا مهدي أخرج، المهدي لا يخرج إلا بأمر الله عز وجل. الله، يبقى أنت مش. طب جميل جدا، أنت يا عبد أطعني تكن مثلي تقول للشيء كن فيكون. قل يا بث مباشر توقف عند رامي عيسى. قل عيسى انزل، عيسى المسيح عليه السلام، قل يا عيسى انزل، أينزل عيسى؟ مش انت بتقول عبدي أطعني تكن مثل؟ احنا عايزين بقى ان انت تقول للشيء كن فيكون. قل لأي حاجة الآن كن فيكون كده، خليها تكون فيكون. كفاكم كذب على الله. انت عارف انت ذكرتني بإيه؟ شفت الآيات القرآنية؟ ذكرتني بقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. الله أكبر، الله أكبر. والله سبحانه وتعالى شوف الآية اللي قبلها، ولن ينفعكم اليوم. الله أكبر. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. هل موسى قادر على أن يعينهم؟ لماذا استعانوا بالله؟ اسمع انت تحكي هسه، انا اليوم هسه اريد اتبعك مثلا، انا اريد اتبع دين اهل السنه. لا ما تتبعناش ومش هغير الموضوع. ما تتبعناش. الاستعانه، هل يجوز الاستعانه بالحسين في قضاء حاجتي؟ انت قلت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، صح؟ بل هم احياء ولكن لا تشعرون. ما فيش بل هم احياء، دي منين جبتهم دي؟ ما فيش هم. ايوه ابحث. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن. اي طبعا انت مو جاي تطلعها من الايه تقراها، ما اغلط وتظل تكمش علي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل هم احياء عند ربهم يرزقون. بل هم احياء. نعم. يعني ان الذين استجابوا. لا اقرأها تاني.
بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا في سبيل الله أمواتا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. أيوة، عند ربهم مش عندنا. نعم. واقرأ الآية الثانية: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل هم أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء ولكن لا تشعرون. بل أحياء. نعم. طيب خلينا نتفق أنا وأنت على آية هقرأها عليك دلوقتي. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. هل يجوز أن تستعين بغير الله؟ خلينا نسهلك المسألة. هو لو انت بتغرق لو انت بتغرق ورامي عيسى امامك او مدرب اسمه جون وانت بتغرق، تنادي تقول يا جون ولا تقول يا حسين؟ مثلما أنت تقول أنه لا يجوز الاستعانة بغير الله عز وجل، فأنا لا أستعين بالله، سأستعين بك، هل أنا مشرك؟ هل أنا كفرت بالله؟ لا، لأن أنا حي وقادر ومستطيع، موجود، حي وموجود. فأنت ما بتقول يا رامي أغيثني أو خذ بيدي، أستطيع. زي ما أنا أقول لولدي الآن يا ولدي اسقني فيأتيني بالماء. لكن الحسين ليس بحي، بل حي عند ربي، وليس بقادر لأنه في حياة أخرى غير هذه الحياة التي نحن فيها. أرجع وأسألك تاني، لو أنت بتغرق وأمامك مدرب اسمه جون وتقول يا جون أنقذني ولا تقول يا حسين؟ اسمع، تقول الحسين عند بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. طيب. أحياء فين؟ أحياء فين؟ لا تراه أنت. طيب. أحياء ولكن لا تشعرون. طيب هل لو الشهيد استشهد هل زوجته ممكن تتزوج بعد استشهاده؟ الستام دخلت موضوع ثاني. هل ممكن زوجته تتزوج بعد استشهاده؟ هو جسده ذهب لكن روحه باقية. طيب هل بقى روحه الباقية دي يجوز لزوجته أن تتزوج؟ يجوز. لا ليه؟ أعلم لما. اسمع أنت لا تدخل الآن لا مش هدخلك أنت دلوقتي إزاي زوجته تتزوج وهو حي؟ مش أنت قلت إنه هو حي، فكيف زوجته تتزوج؟ لا تظل تدخلنا بتشريعات. هل تزوجت زوجته بعده؟ أي منهن؟ لا أي شهيد ينفع زوجته تتزوج من بعده؟ هو ما فيش شهيد إلا الحسين بس؟ السنة هذا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله هذا قتل في سبيل الله. اسمعني. طب شيعة أمير المؤمنين اللي قتلوا في معارك كثيرة وهم شهداء عندك، هل هؤلاء أزواجهم نساؤهم يتزوجن بعد استشهادهن؟ نعم، فجسده رحل، جسده بس روحه معنا. هل يشعر بقى زوجته متزوجة وهو معانا بيسمع زوجته وهي بتتكلم مع زوجها الجديد؟ الله أعلم وأدرى به. الله شلون انتم برواياتكم بالنهاية الله أعلم. طب خلينا أنا أجيبك بقى. القرآن قال بل أحياء عند ربهم، ماشي؟ وبعدين الله قال يرزقون ولم يقل يرزقون. الآية اللي انت قرأتها يرزقون، فهم أحياء عند ربهم يرزقون. انت بتعيش، نحن نعيش 3 حيوات. الحياة طيب الدنيا يا ابني اسمعني يا ابني، انت بلع راديو يا ابني، اسمعني اسمع ولك. نحن نعيش 3 حيوات: الحياة الدنيا واللي احنا عايشينها الآن، وحياة البرزخ اما بنموت، والحياة الآخرة. فالبرزخ ما بين الدنيا والآخرة. فالحسين الآن في حياة البرزخ وهو شهيد سعيد لعن الله من قتله. فهو في حياة البرزخ رضي الله عنه لا يشعر بنا، بل هم غافلون عنا. أحياء عند ربهم
ما قالش عندكم في الدنيا عند ربهم. هل لماذا ربنا، قال أحياء ولكن لا تشعرون؟ ما هي الآية الثانية بينت أحياء عند ربهم، حياة في الجنة، يحيون أحياهم الله في جنانه، أحياء في قبورهم بعدما أصبحت جنة، يمد له في قبره مد بصري. أنت اسمعني، أنت تجي تحكي لا يمكن الاستعانة إلا بديت، يمكن الاستعانة بالإنسان الحي، رجعيت لا يمكن الاستعانة إلا بالله. يجوز الاستعانة بالعبد الحي، لو أنت بتغرق إن شاء الله نشوفك غريق ونرتاح. يجوز الاستعانة بالحي إن أنا أخد يده كده أطلعه، شفتك كده بتغرق أقوم شدك من ودانك كده، هم طلعك لحد ما أخلي ودانك زي الأرنب كده أهو فوق كده أهو، وأقوم مطلعك من المية بتغرق، فأنا قادر حي، لكن ما أروحش الميت واحد بيغرق أدى على أبويا وأبويا في القبر، يا أبويا تعالى طلعني، لا، الناس هتقول عليها مجنونة حبيبي. حبيبي أولا أنا ما أغرق، ما أريدك تطلعني حتى. يا عم إن شاء الله بعيد عني لا أطلعك ولا تطلعني، بس أنت ليه بتشرك بالله؟ والله قال إياك نعبد وإياك نستعين. ممكن تقول لي أنت وقال استعنت؟ استعينوا بالصبر، وقال استعينوا وأنا بالصبر. قلت لك الصبر عبادة، وجبت لك الآية من موسى عليه السلام، قال يا قوم استعينوا بالله واصبروا، قال موسى استعينوا بالله واصبروا، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. فالصبر من عبادة لله تبارك وتعالى، كما أنا أستعين بالصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالصلاة أيضا، كان ما يهمه أمر كان يستعين بالصلاة، كان إذا فزعه أمر استعان بالصلاة. خليني أنا أسألك سؤال ضيفي الشيعي العاقل، هل الإمام علي كان يستعين بالأموات؟ كرسول الإمام بس هيقعد يقاقي، وبعد ما يقاقي يفكر ازاي يخرج منها. دي المصيبة، لا يريدون الحق وإن تأتيهم بكل لا يؤمنوا حتى. لذلك أنا كنت جايب لكم الآية من قليل أيها الأكارم، كنت جايب لكم الآية من قليل، الله سبحانه وتعالى قال أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي، عمي عن الحق، صم بكم عمي. يا حبيبي خليك معايا. اسمع، الاستعانة بغير الله حرام، تمام؟ تمام، شكرا، ده اللي أنا عايز أسمعه منك. هل يجوز لي أن أستعين بعلي بن أبي طالب من رضي الله عنه؟ كتبك راح استدل عليك من كتبك، لا تهرب، خليني استدل. اسمعني، ان عمر بن الخطاب هذا كان يتوسل بالعباس. المحدث البخاري، المصدر صحيح البخاري. اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسكنه، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي بدعائي. أنا أعرف ما تفكر قبل أن تقول لفظ البخاري. فكان يستعين عمر يتوسلون بدعاء العباس، لذلك خرج العباس ليصلي بهم. فلو كان عمر يرى التوسل بالموتى لذهب بهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. خليني أحكي أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال فسق هذا فيسقون. الرواية فيها هذا الرواية في صحيح البخاري. طيب. هل الرواية دي ممكن تقول لي ايه اللفظ اللي عمر كان بيقوله اما كان بيتوسل بالعباس؟ ماذا كان يقول؟ هل كان يقول يا عباس اسقنا؟ أنا مثل ما قلت لك، أنا اليوم من أجي أقول ماذا أقول يا رب بحق الحسين عندك أو. طيب جميل جدا، هات لي بقى من الرواية إن عمر قال يا رب بحق العباس اسقنا، تفضل. أنا سمعت، أنا شنو قلت لك بالبداية؟ عرفت أقعد أبحث في الكمبيوتر. شفت أنا قصرت عليك الطريق وقلت لك إن عمر رضي الله عنه كان يتوسل بدعاء العباس وليس بالعباس، لحب عمر رضي الله عنه بآل البيت كان يقدم عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عم النبي ليصلي،
كنا نتوسل إليك بنبينا، أي النبي كان يصلي ويدعو وهم يدعون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نتوسل إليك بعم نبينا، أي نقدمه للصلاة ويدعو، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم خلفه، خلف عم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنتم كفرتوا العباس، لكن عمر أحب العباس لأننا أولى بآل البيت منكم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. اتبعوا عمر الذي في كتب أهل السنة. مش هغير الموضوع، هتروح يمين أو شمال، مش هغير الموضوع. هل يجوز أو يوجد عندك دليل من القرآن على جواز التوسل بالموتى؟ أنا ما قلت موتى. طيب هل يجوز الاستعانة بالشهداء؟ أنا لم أقل موتى، الله لم يقل موتى. هل يجوز الاستعانة بالشهداء؟ ما هو الشهيد حي عندك. علي بن أبي طالب شهيد فهو حي رضي الله عنه، هو حي عندك. هل استعان الحسين بعلي في كربلاء؟ اسمع، هل استعان الحسين بأبيه في كربلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. جميل جدا. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. طيب هذا نداء للمؤمنين صح؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه، نداء للمؤمنين صح؟ هل الحسين مؤمن؟ أكيد، فهو سيد شباب أهل الجنة. هل ابتغى الوسيلة توسل بعلي بن أبي طالب وهو في كربلاء؟ أقول لك أنت اليوم تقول لي شفت سكت إزاي؟ هتلف وتدور. الآية نداء للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالإمام علي مؤمن. هل توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ استغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم بيضربوه وبيجروا للبيعة كما تزعمون؟ هل استغاثت فاطمة بحمزة لأنه شهيد واستغاثت به وهم يكسرون ضلعها؟ هل استغاث الحسين بأمه الزهراء وهو في كربلاء؟ تفضل أجب. أقول لك أن الإمام علي عليه السلام يعلم وقال له رسول الله أنك ستقتل. هل الحسين استغاث بالزهراء وهو في كربلاء؟ إنك ستقتل في كربلاء وهو يعلم، ولولا مقتل الحسين عليه السلام لما بقي دين الإسلام. ليه؟ خروج الحسين ماذا قدم للإسلام؟ لا دي تعملها في الزريبة أو في السيرك، خليك مؤدب بقى، احنا مقدمينكم مضيعين وقتنا معاك. الحسين رضي الله عنه مو أنت ماشي. الحسين رضي الله عنه إما خرج، مين اللي أصبح خليفة؟ أصبح يزيد خليفة. إما الحسين رضي الله عنه خرج أصبح يزيد خليفة. لولا مقتل الحسين عليه السلام واستشهاده في كربلاء وتلك التضحية العظيمة الآن نحن نعبد ربا شابا أمر. شكرا. الحسين إما خرج ماذا قدم للإسلام؟ أصبح يزيد خليفة برضه. أصبح يزيد اغتصب الخلافة عندك من زين العابدين. فما خرج الحسين ماذا قدم للإمامية الاثني عشرية؟ تفضل. أنا أقول لك ماذا قدم. لولا مقتل الحسين عليه السلام لنحن الآن نعبد شابا أمر. جميل جدا. طب صف لي ربك الذي تعبده الآن. تفضل. الله ليس كمثله شيء، لا يحد بمكان وزمان، لا يحد بوقت. لا. طب جميل جدا. ما معنى ليس؟ إما أنا أقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من الذي في السماء يخسف بنا الأرض؟ بسم الله الرحمن، الله عز وجل، لكن لا يحد. يعني الله في السماء. الآية تقول أأمنتم من في السماء، يعني الله في السماء. السماء ليست التي الآن أقول السماء هذه الكواكب ووسع كرسيه السماوات. السماء هي العلو. كرسي الذين تقولون أنه يجب. طب جميل، واحدة واحدة. هل حينما أقول أن الله فوقنا، هل هذا وهذه عقيدتي أني أقول الله فوقنا، هل هذا خطأ؟ الله فوقنا ليس فوقنا مكانيا، ليس مكانيا، بل أقول الله فوقنا، الله فوق كل شيء، الله أعلى من كل شيء. جميل جدا. يعني ما أقول الله فوقنا. طيب إما أنا أقول الملائكة
تصعد إلى الله، هذا خطأ. تذهب إلى مكانها، إلى ملكوتها، مكانها الذي جعلها الله لها. لكن عندما جميل جدا، الله قال تعرج الملائكة والروح إليه. إليه، ما معنى تعرج الملائكة والروح إليه؟ نعم، تذهب إلى ملكوت الله، إلى حيث موضع الملائكة. طيب جميل، إليه تعرج الملائكة والروح إليه، إليه ملكوت الملائكة، صح؟ ثم وجه الله، إليه ملكوت الملائكة، صح؟ اسمعني، أينما تولوا فثم وجه الله. إليه ملكوت الملائكة، صح؟ تعرج الملائكة والروح إليه، إليه ملكوت الملائكة. يقول الله أينما تولوا فثم وجه الله. ما أنا عارف، ما هي ديت، لأن الله سبحانه وتعالى فوقنا. تعرج الملائكة والروح إليه، إليه ما معنى إليه؟ أي ملكوت الملائكة؟ اسمعني، لماذا؟ أجب علي، مش الإجابة ليس بلماذا، بلماذا تعرج الملائكة والروح إليه. إليه ما معنى إليه؟ إليه تفيد شنو؟ ولع جاي. تعرج الملائكة والروح إليه شنو؟ سكت ليه؟ ألو 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 ألو، أقول لك لماذا؟ لا ما تقولش لماذا، بلاش دي. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إلي هنا رفع مكاني ولا مكانة؟ نعم، أين مكان الله؟ لا، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إلي رفع مكانة ولا مكاني؟ يجد ربك. برضو مش هسيبك من الآية دي، لن أملسك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ تفضل. طيب لماذا؟ لا، مش هتجيب بلماذا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. مين اللي قاعد يبعت لي رسائل في الوقت ده يا عم؟ يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ هل رفع مكاني ولا مكاني؟ أنت تقول أن الله لا ما تقوليش أنتوا تقولوا، أنا أريدك أن تفسر للجمهور الآية. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ هل رفعه الله مكانة ولا ماذا؟ ولا مكانا رفعه الله في السماء؟ تفضل. اسمعني. لا مش هسمعك. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ الإخوة بيكتبوا ما راح يجاوب، هذا يرفع الضغط، هذا لا يجيب. لا تخليهم يشعرون أني أحاور بقرة، فأنا أريدك أن تجيب. لا اسمعني أنت. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ما معنى ورافعك إلي؟ أجب، ما معنى ورافعك إلي؟ سكت. مالك؟ لماذا خرست؟ الخط مفتوح يا علي. خسارة فيكم اسم علي والله. لماذا 39 دقيقة؟ طب بلاش الآية دي. بل رفعه الله إليه، ما معنى بل رفعه الله إليه؟ أجب يا علي. سكر الخط وهرب. أعوذ بالله. يجادلون بالباطل. تذكروا هذه الآية أيها الأكارم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.